أنا شيماء حسان، فأهلا بيكم لو أول مرة تشوفوني، وأهلا بيكم كمان مرة في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنخطط فيه مع بعض لشهر سبتمبر، ونعمل مراجعة شهر أغسطس. وعلشان ما اطولش عليكم أكتر من كده فيلا بينا نبدأ الفيديو. قبل ما نفكر ان احنا نخطط لشهر جديد او نراجع شهر قديم، خلينا متفقين ان التخطيط ملوش وقت معين. مش لازم بداية الشهر ومش لازم بداية السنة. كتير من الناس بتبقى شايفة ان التخطيط مرتبط ببداية سنة معينة او بداية شهر او بداية اسبوع، انه لازم بداية. ولانه اغلب الناس بتبدأ في بداية كل سنة جديدة، فبيبقى الموضوع فيه تحفيز وحماس ان مش انا لوحدي اللي هبدأ، فكلنا مع بعض. فبيبقى فيه حافز قوي ان احنا نشتغل. ولكن لما بنيجي نخطط في بداية السنة مع كل الناس، دايما بنحس ان احنا هنعمل اللي محدش عمله، وبنحط اهداف كبيرة جدا عن طاقتنا. بينتهي بينا المطاف لان احنا ما بنقدرش نشتغل عليها. فياريت لما نيجي نحط اهداف عادية، مش اهداف تعجيزية. فخلينا نبدأ بالقليل. كده كده السنة طويلة، حتى لو احنا قدرنا نحقق انه اوكي، لا انا عادي هقدر، فما فيش مشكلة. برضو نبسط الامور على نفسنا شوية، ولما نشتغل ونخلص الاهداف اللي بالفعل كاتبينها بسيطة، نبقى نجددها او نغيرها، نستمر عليها او نحط اهداف بديلة، وهكذا. وعلشان ما اطولش عليكم اكتر، خليني ابدأ معاكم في مراجعة شهر 8. اول حاجة، علشان نقدر نراجع الشهر فمحتاجين نجاوب على عدة أسئلة. السؤال الأول، اكتب المواقف اللي حابب تحتفظ بيها. ايه الحاجات اللي حصلت على مدار الشهر حابين نحتفظ بيها؟ الحتة دي حلوة قوي في الحاجات اللي احنا بنعتبرها كذكرى ممكن نرجع ليها يوما ما. الناس اللي بتحب تدون أكيد بتعمل كده أول بأول. حاجات تانية، اكتب أكتر حاجة فكرت فيها خلال الشهر. كتير وقت بيجي في بالنا أسئلة وأفكار بنبقى محتاجين نجاوب عليها، ولكن بتتبخر بسرعة. وعلشان نحتفظ بده فمحتاجين ان احنا ندونها أول بأول. لو كانت فكرة، أوقات بيجيلنا أفكار جهنمية كفيلة بأن هي تغيرنا 360 درجة نحو الأفضل، ولكن بننساها بعد ثواني. فيفضل ان احنا ندونها ونفكر ان احنا ازاي نطور من الفكرة بتاعتنا ونشتغل عليها بطريقة أحسن. ولو كانت أسئلة، فيفضل ان احنا برضو نكتب الأسئلة دي عشان نقدر نشتغل ونبحث على الإجابات بتاعتها. السؤال الثالث، اتعلمت ايه من الشهر ده؟ كل خطوة بنخطيها في حياتنا بنتعلم منها حاجة جديدة. فايه الحاجات اللي اتعلمتوها خلال الشهر؟ السؤال الرابع، ايه الانجازات اللي قدرنا نحققها على مدار الشهر، حتى ولو كانت انجازات بسيطة؟ وعلشان اكتب انجازات شهر 8 فهستبدل النوت اللي انا كنت بسجل فيها للأجندة اللي انا هكتب فيها دلوقتي، وهبدأ في ان انا اعمل مراجعة للشهر او الانجازات اللي انا حققتها على مدار الشهر في الأجندة دي. فأنا كنت حاطة من ضمن العادات اللي أنا حابة أشتغل عليها على مدار الشهر هو القراءة. أوقات كتير ما بسجلش زي ما واضح دلوقتي، فأنا هسجل لغاية يوم ايه أنا قرأت. فأنا بسجل طبعا، أو كنت بصور الفيديو من قبل كام يوم من نهاية الشهر. دلوقتي كنت بعمل مراجعة، هنا كنت بعمل تحدي الانضباط. وتحدي الانضباط لسه هنزل لكم الفيديو بتاعه فترقبوه. وهنا المفروض ان انا هكتب المراجعة بتاعة الشهر، والصفحة اللي بعدها او اللي جنبها هكتب فيها الانجازات بتاعة الشهر. الحلو في الأجندة دي ان هي متقسمة بطريقة سهلة وسلسة ولذيذة، بس كنت كل اللي محتاجاه فيها ان في صفحة العصف الذهني ان ما تبقاش مجرد صفحة او نص، ان يبقى يعني في ورقة تانية مثلا ولا حاجة على الأقل. وكمان في شهور ما بيبقاش فيها إلا نص ورقة بس، وأوقات ما بيبقاش تقريبا، فالموضوع مش ألذ حاجة في الحتة دي. عشان كده بضطر ان انا كتير وقت استعين بالنوت التانية، وكده كده لا غنى عنها يعني. فبستخدم دي في التخطيطات والحاجات الأساسية اللي أقدر أكتبها فيها، واللي ما بقدرش أكتبه فيها فبسجله في النوت التانية. شهر 8 بالنسبة لي هو شهر منتج. أتمنى شهر 9 يكون كذلك، بالأخص أن أنا تقريبا من شهر 5 وأنا في حالة من اللامبالاة، يعني 5 و6 و7 مش حاسة أن أنا حققت فيهم حاجة قوية، تقريبا ما حققتش أصلا بصراحة، مش فاكرة. ولكن شهر 8 كان بالنسبة لي هو من الشهور المميزة جدا على مدار سنة 2024.
مش لأحداث جبارة، ولكن بالعكس لإنجازات بسيطة جدا، بس أنا فخورة بيها قوي. كذلك شهر 9 عندي حاجات كتير حابة اشتغل عليها، هل هقدر احققها كلها ولا لأ لسه مش عارفة، ده اللي احنا هنكتشفه مع بعض في نهاية تخطيط شهر 9. ولكن بالنسبة لشهر 8 الحمد لله عدى على خير، وانا في حالة رضا، شهر اديله 10/10. من الحاجات اللذيذة في الأجندة ان هو بيسيبلي مساحة ادون فيها ايه نوعية الكتب اللي انا قرأتها. انا قرأت اكتر من حاجة على مدار الشهر، ولكن ما خلصتش كل اللي انا قرأته، وهتعرفوا قراءاتي في خلال الفيديو اللي جاي بتاع تحدي الانضباط، انا قرأت ايه وما قرأتش ايه. ولكن اللي خلصته حاجة واحدة بس، وهو كان رواية ياسمين العودة لدكتورة خولة حمدي. ولأن النفسية كانت تتطلب قراءة الروايات أكتر من الكتب على مدار الشهر، باعتبار ان انا ما عنديش روايات كافية، فعملت طلبية للروايات نبقى نفتحها مع بعض ان شاء الله في فيديو جديد. هنا كنت بعمل مراجعة طبعا للشهر، لسه بندور ايه الحاجات اللي انجزتها وايه الحاجات اللي ما انجزتهاش. ما شاء الله عليا الحمد لله، ده دليل على ان انا اشتغلت كويس على مدار الشهر. بعد كده كنت بشوف عدد الصفحات بتاعة الرواية علشان ادونها، وبعد كده اقيم الرواية من 5. ومن الحاجات المميزة في صفحة الإنجازات إن عندي مساحة أسجل فيها ايه اللحظات اللذيذة، وكمان أكافئ نفسي بإيه. نبدأ مع بعض في تخطيط شهر 9، ولكن قبل ما نبدأ خلينا نتجول شوية في التخطيط. أول حاجة بنكتبها ايه الأهداف اللي احنا حابين نشتغل عليها، ونقسمها لأهداف صغيرة. ايه العادة اللي انتوا حابين تلتزموا بيها، والأهداف اللي حابين تشتغلوا عليها على مدار الشهر. وهنا بنسجل لو احنا عندنا مواعيد بشكل مسبق او عندنا مناسبات او غيره. الصفحة اللي بعد كده بتكون صفحة حرة، لان احنا نقدر نسجل فيها اي حاجة احنا حابين ندونها. على سبيل المثال ان احنا نقسم الاهداف بتاعة الشهر لخطوات صغيرة علشان نقدر نحققها، فنقدر نستخدم الصفحات دي في كده. او لو حابين نشتغل على اكتر من عادة فنقدر نكتبهم هنا ونتتبعهم. بعد كده بيبقى معانا التقسيمات الخاصة بالأسبوع، فعندنا كل صفحتين قصاد بعض بيمثلوا أسبوع. وبعد كده بنقيم الأسبوع، وهنا بنكتب إنجازات الشهر، الكتب اللي أنا قرأتها، كام صفحة، تقييم، وبعد كده الأحداث اللذيذة وهنكافئ نفسنا بإيه. ونبدأ في التخطيط شهر 9. ولكن قبل ما نبدأ في التخطيط محتاجة أخد بريك، لأن بجد تعبت من كتر الكتابة، ففاصل ونواصل. أول حاجة علشان نبدأ تخطيط شهر 9 فمحتاجين نكتب ايه هي الأولويات بتاعة الشهر، أو ايه هي الأهداف اللي احنا حابين نشتغل عليها على مدار الشهر. وعلشان نبسطها أكتر ممكن ناخد هدف واحد بس من كل جانب، أو هدف واحد بس من 3 جوانب مهمين، ومهم ان احنا نطورهم ونشتغل عليهم أكتر. وعلشان نقدر نحققهم فمحتاجين ان احنا نتكلم في النقطة التانية، وهي ان احنا نكتب الخطوات والعادات اللي هتساعدنا او اللي هتأهلنا لتحقيق الهدف ده. بمعنى بعد ما بنكتب الهدف هنحاول نحوله لخطوات صغيرة، العادات اللي احنا ممكن نضمها علشان تساعدنا وتأهلنا لان احنا نقدر نحقق انجاز ملحوظ. وبالنسبة للعادات مش بالضرورة تكون عادات احنا محتاجين نضيفها لحياتنا، ولكن اوقات بيبقى في عادات احنا محتاجين نشتغل عليها علشان نتخلص منها. وعلشان ما تضغطوش نفسكم اكتر فممكن تحطوا عادة واحدة بس تلتزموا بيها، او عادة واحدة بس حابين تتخلصوا منها. هنا كنت بسجل الاهداف اللي انا حابة اشتغل عليها وايه الخطوات الصغيرة اللي ممكن تأهلني لتحقيق الهدف. ولكن زي ما قلت مسبقا الأجندة مش هتكفي كل الكلام ده، فحبيت ان انا اخلي الصفحتين اللي هم سايبينهم للعصف الذهني استخدمهم في ان انا احول الاهداف دي لتحديات علشان اقدر اشتغل عليها واحس بالانجاز. دي الطريقة اللي بتناسبني انا، كل انسان وليه الطريقة اللي بتناسبه واللي بتأهله لتحقيق اهدافه. فقدر ما استطعت من تحويل الاهداف الى تحديات بعمل كده. بالنسبة لي دي الطريقة الاحلى والامثل في انجاز التحديات او انجاز الاهداف، لانه دايما المكافأة بتدينا حافز لان احنا نشتغل اكتر وان احنا نبدأ في الخطوة اللي بعد كده بطريقة فيها اريحية وفيها صفاء من الذهن.
اخر حاجة بالنسبة لتخطيط شهر 9 وهو انه اكتب ازاي تكافئ نفسك في نهاية الشهر لما تحقق اهدافك. مش بالضرورة ان المكافأة تكون حاجة كبيرة او على انجاز كبير، نقدر نكافئ نفسنا عادي جدا بحاجات بسيطة حتى ولو كان الهدف كبير او الانجاز عظيم، والعكس. فبراحتكم جدا تقدروا تكافئوا نفسكم بالطريقة اللي شايفينها مناسبة ليكم. المهم ان المكافأة مهمة علشان نقدر نستمر ويكون في استمرارية اكتر. بس وبالنسبة لي برضو البريك مهم، من الحاجات المهمة جدا، علشان طول الشغل اوقات بيخلي في فترة من الفتور مش حابين نشتغل، وده طبيعي لان بنبقى طول السنة ضاغطين نفسنا، فبيجي علينا وقت لا خلاص كفاية بقى مش عايزين نشتغل. فخلوا في بريك من وقت للتاني، حتى مثلا ولو الويك اند فقط. وسبحان الله هو كل إنسان عارف طاقته ومدى قدرة تحمله على فعل الأشياء، فبالتالي لما بيكون الجسم مرهق أو متعب أو محتاج راحة، فالجسم بيدينا إشارة خلاص أنا لازم أخد بريك في الوقت ده أو لازم أريح في الوقت ده. فاستجيبوا للي بيحصل لكم، استجيبوا لتنبيهات جسمكم ليكم، وما تحاولوش انكم تعاندوا، لانه بصراحة مش شايفة ان دي حاجة ينفع ابدا ان الانسان يعاند فيها او يكابر او يأجل، لانه لو احنا ما وقفناش برغبتنا الجسم لوحده هيفصل وهنقع غصب عننا، فخلوا بالكم. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، كونوا بخير والى اللقاء.